صباح الخير، ايه رأيكم بقى في الحاجة الجميلة اللي عملتها على الصبح كده وهم نايمين؟ بسكوت بالسمسم وحبة البركة كده تحفة. بصوا سواه جميل ازاي. وده البسكوت المملح بالجبنة. ايه رأيكم مع كوباية الشاي الصبح بقى؟ عايزة اقول لكم خطير خطير خطير، هيعجبكم جدا. يلا بينا بقى نشوف الحلويات دي اتعملت ازاي. يلا بينا على المطبخ. هنا جبت نص كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح ومعلقة بيكنج باودر، وقلبت كده حلو. الدقيق بيه قوي، لازم اقلبه كده المواد الجافة سوا كده مع بضاية. حطيت بيضة وكوباية سمنة على زيت، ولازم سمنة عشان تبقى البسكوتة ناعمة شوية. قلبت حلو كده بقى زي ما انتم شايفين كده. لازم اشرب الدقيق كل اللي انا حطيته ده. بعد كده هجيب علبة جبنة شيدر كده زي ما انتم شايفين، اي طعم انتوا عايزينه. وقلبته في العجينة كده، وخليت العجينة تمتص الجبنة كده. شايفين الجمال؟ لغاية ما تبقى ماسكة نفسها كده، ما تبقاش ليها عرق ولا حاجة، زي ما انتم شايفين خفيفة وجميلة. هنا بقى جبت فردتها على كيس نايلون كده. فردت بايدي كده على بالنشابة وخليت السمك لا تخين شوية ولا رفيع. وبعد كده بقى هسوي الاطراف، وحطيت هنا جبنه مبشوره كده فوق العجينه. وانا عاملاه على فكره فيديو كبير، لو كده هتشوفوه في الفيديو الكبير بكل تفاصيله وتكاته. وهنا شلت بقى العجينه الباقيه اهو. وحطيت بقى طبعا النشابه تاني عليها عشان خاطر تمسك في العجين، الجبنه الرومي يمسكوا في العجين، جبنه مبشوره. وهنا بقى قطعتها كده عندي بالعجله، وحطيت عليها سمسم وحبه البركه عشان تديها منظر حلو. عايزه تحطي براحتك حبه البركه، مش عايزه مفيش اي مشكله. بس كده، بس هتديها شكل وطعم حلو. وحطيت بقى في الصاج عندي كده، ولا تدهنيش الصاج ولا اي حاجه، زي ما هو كده. هياخد في الفرن زي نص ساعه، مفيش اكتر من كده. وبعد كده افتح عليه الشوايه من فوق. سويت بالمعلقه بقى، متقلقيش طبعا البسكوته طلعت معموله في ايدي مش مشكله، سويها بالمعلقه كده زي ما سويت. شايفين رفعه تحفه وسواه تحفه. يا رب يكون عجبكم الفيديو بقى، متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. باي باي.